السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الفرق بين الرعاية والتعليم والتربية، وقلنا ان احنا لازم نفرق بين المصطلحات دي. ليه لازم نفهم؟ لان اللي بيفهم بيعرف يطبق. مفيش حد بيطبق حاجة على الوجه الاكمل الا لما يكون فاهمها. بتقابلكم صفحات كتير وبتقابلكم فيديوهات كتير، اعملي 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 اعملي، لكن انا عندي مبدأ، لازم هنفهم علشان نقدر نطبق. ليه؟ لأن تربية الأطفال مختلفة، وطفل عن طفل بيختلف، وشخصية طفل عن شخصية طفل بتختلف تماما. فلما انت تبقي فاهمة وعارفة هتعرفي تطبقي مع طفلك بالشكل اللي يجيب مع طفلك انت. تمام؟ طيب نقول بسم الله ونبدأ. احنا على مدار اليوم بنقدم لطفلنا الرعاية اللي هو عايزها من أول ما بيصحى من النوم، ونجهزه علشان يروح المدرسة أو الحضانة، ويجي من المدرسة ونستقبله. بعد كده نقعد علشان نأكله، بعد كده نذاكر معاه، وبعد كده نجهز علشان مثلا ننام، او لو هنقعد شويه قبل النوم. فكل ده على مدار اليوم بنقدم لطفل كل الرعايه اللي هو محتاجها، وبنقعد كمان نتابع دروسه. طيب احنا اتفقنا ان في فرق بين الرعايه وبين التعليم وبين التربيه. طيب ازاي بقى احول كل حاجه بتحصل في حياه الطفل على مدار اليوم وكل الرعايه دي لتربيه؟ ازاي لما نصحى من النوم ازاي نحول الفقره دي كلها لفقره تربيه، وباسلوب سهل جدا وبسيط. ازاي لما يجي من المدرسه نستقبله واحنا برضو بنقدم له نوع من التربيه. ازاي لما نقعد نذاكر يبقى المذاكره دي في حد ذاتها تربيه. ازاي لما هندخل علشان ننام يبقى النوم دوت فيه تربيه. لكل وقت في اليوم في افكار كتير ان احنا نربي بيها الطفل. ازاي لو خرجنا مع بعض في مره او رحنا عند حد من قرايبنا ازاي نربي طفلنا. طيب عشان بس نتفق ان الطفل ملهوش اي دعوه بحالتك النفسيه، يعني صاحيه الصبح بقى متقدره ما نمتيش كويس، هو ملوش اي دعوه. لازم انت تبقي صاحيه وعارفه اللي وراكي ايه اللي مطلوب منك مع الطفل، وايه اللي انت عايزه توصليه له. تمام؟ وزي ما بنقول في حاجه اسمها بادي لانجوج، يعني لغه الجسد نفسها كمان بتفرق. يعني مثلا لما ادي لطفلي الحاجه الصبح او اقابله او اقابله وهو جاي من المدرسه بضحكه بوش بشوش مهما كنت زهقانه او متضايقه، فدوت هيفرق معايا. تمام؟ والرعايه حتى في حد ذاتها هيكون ليها طعم تاني خالص. تمام؟ وخلوا بالنا يا جماعه، عايزه اقول لكم حاجه، ان احنا لما نربي اولادنا ونعلمهم من هم صغيرين ونربيهم صح ونربيهم على حاجات معينه بقى بطريقه معينه، لما يكبروا يبقى مطلوب منهم ان هم يبرونا، هيبقى موضوع البر بالنسبه لهم سهل جدا. ده بالعكس، ده هتبقى حاجه اصلا من سماتهم الشخصيه، مش محتاجه اي جهد، ومش مجبرين ولا هم ملزمين بيها حاجه يعملوها غصب عنهم وخلاص. لا، هو هتبقى طبيعتهم كده. طب ده هيجي ازاي؟ ده هيجي بالتدريب. طيب برضو عشان بعد كده الفيديوهات انا عارفه ايه اللي هيتقال لي يا دكتوره لا ده الكلام دوت صعب يحصل، ده صعب يتنفذ، مش كل الاطفال زي بعض. انا بقول لكم دلوقتي مش كل الاطفال زي بعض، وكل واحده عارفه ابنها، عارفه ازاي هتدخل له ومنين هتدخل له. اغلب فيديوهاتي هتبقى مثلا ايه، هي متوجهه للطفل اللي احنا لسه بنعلمه، اللي هو لسه صغنون كده واحنا لسه بنبدا معاه فبنعلمه، فبالنسبه له التعليم سهل جدا، المعلومه بيكتسبها وبينفذها بسرعه جدا. فيبقى مثلا السن دوت هنقول لغايه، يعني الفيديوهات مثلا هتبقى ايه لغايه سن مثلا ايه الحضانه وبدايه المدرسه وسنه اولى وثانيه، اللي الطفل بياخد منك من المعلومه بامر مسلم، واللي ماما بتقولي عليه انا بعمله. تمام؟ طب لو الطفل كبر شويه وكبير شويه وبدا بقى اللي هو يناقشني او يجادلني، وابني دلوقتي في سن المراهقه بس انا فعلا ما بعملش معاه الحاجات دي وانا نفسي ان هو فعلا يتعلمها، فهندخل له منين؟ كل طفل وليه مدخل، اللي هينفع مع الصغير مش هينفع مع الكبير، واللي ينفع مع الكبير ما ينفعش مع الصغير. بمعنى ايه؟ معنى لو ابني كبير شويه وبيناقشني وبدا مثلا ايه، ما الحاجات دي انا ما بعملهاش ويمكن انت كمان يا ماما ما بتعمليهاش، فهتدخلي له ازاي؟ هتيجي الصبح تقولي له احنا قلنا مثلا ما قلناش الذكر مثلا ان احنا لسه صاحيين من النوم، او مثلا واحنا ماشيين ما قلناش دعاء التوكل، ازاي واحنا بناكل ما قلناش مثلا ما نسينا نسمي مثلا او الاحاديث ديت. فهتدخلي له منين بقى؟ عشان بعد كده لما تشوفي الفيديوهات تعرفي تطبقيها. ابني كبر ودلوقتي هو شايفني مثلا حتى لو انا مش بعمل الحاجات دي، او لو بعملها بس مش قدامه، فهو ما اتعودش عليا منها. طيب اعمل ايه بقى؟ هاجي اقول له بص حبيبي تعرف، او يا حبيبتي بقى، يعني على حسب عندي ولد او عندي بنت، انا النهارده اتعلمت حاجه كبيره جميله قوي. انا النهارده شفت فيديو مثلا والفيديو ده عجبني. انا النهارده واحده صاحبتي علمتني حاجه انا ما كنتش بعملها قبل كده.
كده يبقى انت يعني دخلتي للطفل من مدخل ان هو انا ايه، انا ما كنتش انا كمان بعمل الحاجات دي. مدخل تاني اصلا، مدخل ايه هو التاني؟ المدخل التاني ان الانسان كل ما بيكبر فهو بيتعلم. احنا العلم مش بيقف عندنا عند مرحله معينه، ماما كبيره اهي وماما لسه بتتعلم، فايه المانع ان انت حتى دلوقتي، ايه المانع ان احنا نتعلم حاجه جديده؟ طيب ابنك الصغير هتقدري تقولي له حبيبي اعمل كذا، قول كذا، لكن ابنك الكبير ممكن بيوصل في سن اللي هو ما بيحبش ان حد يديله لا اوردرات. فهتعملي ايه؟ تصدق ان هو انت قلت النهارده مثلا الحاجه الفلانيه ولا ما قلتهاش؟ هو انت عملت الحاجه الفلانيه ولا انا ما عملتهاش؟ انا اصلا نسيت. طب ايه رايك نفكر بعد بيها؟ دي اللغه اللي بتبقى مع الكبار شويه اللي فاهمين. في سن ما بيحتاجش ان انت تديله اوامر، هو مش عايزها بشكل اوامر، يا اما هيعند ومش هيقولها، لكن هيحب ان احنا نتشارك فيها. انت تفكرني وانا افكرك. إيه، انت عارف مثلا الحاجه دي ده حاجه كبيره عند ربنا، ده ربنا هيحبنا، فبالله عليك فكرني، بالله عليكي فكريني، يلا نقولها سوا، يلا نعملها سوا. فيبقى ايه، في مشاركه. عكس الطفل الصغير اللي هتقولي له اعمل فهيعمل عشان انتي ماما. فهنبدا بقى سلسله الفيديوهات على مدار اليوم. يبقى احنا اتفقنا لو طفل صغير هندخله منين، ولو طفل كبير هندخله منين. هنبدا بقى على طول من الفيديو الجاي، من اول ما بنصحى من النوم ازاي نحول الرعايه لتربيه. يلا قبل ما نقفل اقول لكم نصلي على النبي سوا، وانتظروني الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله عشان نتعلم نعمل ايه على مدار اليوم في تربيه الولاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.